أعزائي المشاهدين مشاهدين قناة حوار بلدنا، أهلا بيكم وحشتوني جدا. والنهاردة معانا حلقة جديدة من برنامج أكلتنا. النهاردة معانا شيف حنان محمد والجزء الثاني من مبادرة أنت تقدر. أنا متهيألي إن انتوا بقيتوا تحبوا المبادرة وبقيتوا تحبوا حلقات المبادرة من الناس الجميلة اللي بنشوفها والأطفال الجميلة اللي بنشوفها واللي شيف حنان بتعمله معانا. النهاردة شيف حنان هتعمل معانا حاجات جديدة، ومعانا النهاردة لقاءات جديدة ولقاءات مع ناس مهمة جدا مع زميلتي بسملة محمد، وابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين من قناه حوار بلدنا. معاكم بسمله محمد. النهارده معاكم من برنامج اكلتنا. النهارده رحبوا معايا بالشيف حنان صاحبه قناه تكاتي باكلاتي على اليوتيوب. اهلا وسهلا بك يا شيف حنان. اهلا وسهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. شيف حنان، حضرتك الحقيقه بتعملي مبادره تستحق كل الاحترام والتقدير، فكلمينا شويه عن المبادره وكلمي الساده المشاهدين عنها شويه. اكلمك طبعا الاول عن نفسي. حنان محمد، صاحبه قناه تكاتي في اكلاتي، صاحبه مبادره انت تقدر. طبعا معانا الباشمهندس رامي القبطان، ومعانا الشيف الجميل محمد الطيب اللي احنا النهارده مفتقدينه، بس يا رب ما نفتقده ابدا. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الفكره كانت قايمه على ان حصل لي ظرف خاص، ان بنتي اتكسرت، فكنت بعمل لها كل حاجه، فانا قاعده قلت لها، والكلام ده قلته كتير لما احنا كده في 15 يوم اما الامهات ذوي الاحتياجات الخاصه دي حقيقتهم ايه بالظبط. فمن هنا قررت كشيف طبعا نقابه سياحه، كشيف حر، كشيف كاترينج، يعني نحسبها زي ما نحسبها، ان انا من خلال مهنتي ان هدعمهم، والدعم هيكون مجانا، وان ربنا ان شاء الله يقدرنا ويقوينا ونطلعهم حاجه كويسه. لله الحمد. الولاد استجابت جدا، والولاد كان فيهم كده كل واحد جواه حاجه نايمه جواه، كان مستني بس الدفعه دي. يعني حضرتك شايفه من المبادره الاولى اللي هي لسه مكمله، شايفه من فعاليات المبادره الاولى ان طلع منهم فعلا اطفال وابتدت تعتمد على نفسها انها تعمل اكل او انها تعمل اي حاجه تساعد بيها نفسها. خش على صفحتي على الفيسبوك، انا باجي هنا بنفتح بثات مباشره من بدايه الولاد. اول حاجه لما كانوا لسه مش بنعمل حاجه خالص، لغايه لما ابتدوا يعملوا سندوتش، لغايه لما ابتدى في اعتماد على نفسهم وعلى النفس. كان اديتهم حته الثقه في النفس. اولياء الامور ساعدونا في دي برضو، لانهم بيعملوا نفس التجارب في البيت. دلوقتي ما شاء الله بيمسكوا السكينه، عارفين ان السكينه حاجه خطر، بس ازاي احنا هنعرف نستخدمها. عملوا معانا هنا فروت سلطه، وعملوا معانا بقوا ينظفوا الفاكهه لنفسهم، وعملوا سندوتشات لنفسهم. المره اللي فاتت الخميس اللي فات عملنا البانيه هنا. انا طبعا ما خليتش حد فيهم عمل حاجه، وكان الموضوع عباره عن شرح، انا هشرح وانتوا تنفذوا في البيت. حتى لو كان في مساعدات بسيطه من اولياء الامور، الا ان كفايه ان طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه وقف وقدر ان هو يعمل حاجه. لا قدر فعلا، فضل ربنا بعدك يا شيف حنان. كلمينا بقى عن سمحنا ان شاء الله. كلمينا عن مدى استيعاب الاطفال موجودين، وكمان اولياء الامور معاك. اولياء الامور الحمد لله يعني مرحبين بالفكره، لاني انا هقدر اقول ان الفكره الاولى في العالم كله ان في حد يعلمهم طبخ. طبعا كان في اللي بيعلم السباحه واللي بيعلم الخيل واللي بيعلم حاجات كتيره، ولكن احنا نسينا الاساسيات. الولاد دول من غير اهاليهم ضايعين، الولاد دي حقيقه من غير اهاليهم ضايعين. فانا قررت، وهم ان شاء الله برضه هيساعدوني اكتر واكتر، ان نخلي عندهم حته الاعتماد على النفس، وخلي عندهم الكرامه قبل اي شيء. احنا ذوي احتياجات خاصه، ولكن احنا كيان في المجتمع، لازم الناس تقدرنا. موجودين والناس تقدرنا. انا مش حد بعدي عليك فبتديني صدقه وامشي، لا، انا ليا كياني وليا برستيجي وليا كرامتي، وانا اقدر زيك احقق اي حاجه. كلامك جميل قوي، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا حبيبتي. وجهي بقى النهارده كلمه، او وجهي اللي حضرتك عاوزه تقوليه وجهيه لرئيس مجلس اداره الجمعيه المستضيفه جمعيه الوفاء للتنميه. طبعا هو بصراحه مهما قعدت اشكر فيهم انا عاجزه عن الشكر، لان اول ناس دعمونا فعلا. المكان ده ممكن ان هو يربح كتير جدا في الساعتين 3 اللي انا قاعده بيهم، الا ان هم سايبين المكان مجانا، ما بياخدوش حاجه، بل بالعكس ده بيساعدونا في الماتيريال اللي عماله صوت اتنبح واقول يا جماعه انا بشتغل مع الولاد دول بدون اجر، الجمعيه بدون اجر. فين انتم بقى في المساعده؟ مش عاوزين فلوس وما بنقبلش اي تبرعات نهائي. انا بقول الخامات اللي بنشتغل فيها، يعني احنا كل اللي طالبينه الخامات اللي بنشتغل فيها يخفوا عبء عن الجمعيه شويه، لان بسم الله ما شاء الله العدد بيزيد، فحرام ان احنا نرمي الضغط كله على شخص واحد. صح. شكرا يا شيف حنان. انا كان ليا الشرف ان انا بسجل مع حضرتك النهارده من مبادره جميله زي دي الحقيقه، وطلع بشكل يحترم وشكل يستحق كل الاحترام والتقدير. شكرا شكرا. اعزائي المشاهدين، ودلوقتي رحبوا معايا برئيس مجلس اداره جمعيه الوفاء للتنميه استاذ شريف لطفي.
اهلا وسهلا بك يا استاذ شريف. اهلا وسهلا يا استاذ بسمله، اهلا وسهلا بحضرتك. انا ليا الشرف ان انا بصور مع الله حضرتك. يخليك يا فندم، متشكرين. استاذ شريف، تقدر حضرتك تكلمنا عن المبادره اللي بتعملها الشيف حنان في الجمعيه؟ هو طبعا المبادره طبعا يعني خالص تحياتي طبعا لاولياء الامور طبعا والاولاد الجمال دول، والتحيه موصوله والتحيه الخاصه للشيف حنان محمد اللي احنا بنقول يعني ربنا ان شاء الله باذن الله يديها الاجر في الاخره قبل الدنيا. هي كان ليها جزء اول او مبادره اولى في مبادره انت تقدر، طلعت منها اولاد. انا شايف يعني لاني ملاحظ الموضوع ده بنفسي، انا شايف ان الاولاد بدا فيهم يتعاملوا مع نفسهم. دي حقيقه في استجابه، بداوا يعتمدوا على نفسهم. وهي كمان في المرحله الاخيره بدات تعمل فيديوهات انا بشوفها حتى من الاولاد في منازلهم. يعني انا شفت كذا ولد او كذا بنت في منازلهم بداوا يشتغلوا، حتى لدرجه ان انا شفت بنت يعني ما شاء الله بتعمل بتتبل البانيه، حاجه جميله قوي. يعني في الحالات اللي زي كده طبعا دول احباب الله، واحنا ما نقدرش نقول عليهم ان هم متحدي الاعاقه، ولكن هم متحدي الصعاب. بنقول النهارده البنت واقفه قدام البوتاجاز وفي طاسه زيت، يعني في امان من قبل والدتها انها تقف بالظبط كده. والامان دوت ما جاش للبنت الا عن طريق ثقتها بنفسها اللي هي اكتسبتها من الشيف حنان، وطبعا الداعمه مجهود رائع بذلها الحقيقه. طبعا انا بقول احنا مش هنقدر نقول جمعيه الوفاء مستضيفه، احنا بنقول جمعيه الوفاء خادمه للاولاد دول. احنا بنقول وخادمه للشيف حنان وللجندي المجهول طبعا اللي هو ما بيحبش يظهر في اي صور. الاستاذ رامي قبطان الداعم بصراحه، يعني حتى ما بيحبش يصور ولا يظهر ولا بتاع، ولكن هو موجود على طول. ولكن اسمحي لي يا استاذه بسمله ان انا اوجه تحيه خاصه لشخص او شخصين بصراحه كانوا هم اعانه لينا في الموضوع دوت. يمكن كان من ضمن الحاجات اللي كانت بتعوق للشيف حنان محمد ان هي ما عندهاش المواد الخام او ما عندهاش الماتيريال اللي تساعدها، المعدات اللي هي تستعملها. انا من مكاني هذا ومن داخل مقر جمعيه الوفاء للتنميه والبيئه المتعاونه مع الشيف حنان صاحبه قناه تكاتف اكلاتي اللي هي صاحبه مبادره وفكره انت تقدر، انا بوجه التحيه للاثنين الاساتذه اللي هم يعني نفوا تماما ومعترضين تماما عن ذكر اسمائهم، ولكن انا بقدم لهم تحيه، وارجو كل الموجودين في القاعه نقدم لهم التحيه للاساتذه. متشكرين جدا يا صاحب الفعل الخير، وحضرتك عارف نفسك وحضرتك عارف انت عملت ايه، وبرده زميلك لا هم رفضوا ذكر اسمائهم تماما. احنا دي حاجه تحترم يا استاذ شريف، ما بقتش موجوده دلوقتي. على فكره عايز اقول لكم على حاجه، اي حد بيشوف الشيف حنان وبيشوف الحالات والله العظيم في ناس بيحيوها كتير جدا جدا من غير ما يعرفوها انها عامله مبادره تستحق. حاجه جميله جدا جدا، الفكره جديده، الهدف نبيل، حاجه جميله جدا. احنا بنوجه لها التحيه، بنوجه للداعمين معانا التحيه مره تانية، ليكوا افضل التحيه. ومعانا طبعا برضو من ضمن الاشخاص اللي هم داعمين لنا في الجمعيه وبيعاونونا دايما الحاج سمير يحيى. اتفضل يا حاج سمير. الحاج سمير من ضمن الناس. رحبوا معايا اعزائي المشاهدين بالحاج سمير يحيى. الحاج سمير يحيى عضو مجلس اداره في الجمعيه، ومن الناس برضو مش هتكلم، بيعمل خير كتير جدا جدا جدا. انا طبعا هنهي لقائي معاكي واقول لك متشكرين يا استاذه بسمله، متشكرين الشيف حنان، متشكرين الكابتن رامي، متشكرين الاستاذه نوره، متشكرين الاستاذ اشرف، ومتشكرين جدا 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 لاولياء الامور اللي انا عارف ان في ناس بتيجي من اقصى من بعيد قوي، لكن والله العظيم صدقوني انتوا هتاخدوا اجر، هم اولادكم واجبكم كده، ولكن كفايه ان انتوا بتحاولوا ان انتوا تطلعوهم لبر الامان حتى على ادنى حاجه. شكرا يا استاذ بسمله. استاذ شريف انا بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. عرفني بنفسك بقى. انا مش عايز اقول اسمي، انا عضو في الجمعيه هنا معلش، وانا اول مره اشوف الوضع دوت عندنا في الجمعيه كده، وبشكر الاستاذ شريف المدام واعضاء الجمعيه، اعضاء الجمعيه كلهم اللي موجودين هنا. انا اول مره اشوف الحاجه دي هنا فعلا. فانا اللي هقدر رايك ايه في المبادره؟ طيب لا المبادره جميله جدا. بقى انا اللي هقدر اقوله في اول خميس في شهر 12 ان شاء الله باذن الله جميع الاطفال اللي موجودين ان شاء الله كل واحد مع امه هنعمل رحله ليهم بره خارج القاهره. دي حاجه جميله قوي ان شاء الله باذن الله في اول خميس في 12. ربنا يقدرك على فعل الخير. التحيه والتقدير كله للامهات اللي موجوده اللي هي شايله عبء الحاجات دي. كل التحيه والتقدير لكل الامهات الموجوده معانا في القاعه النهارده الحقيقه. شكرا يا استاذ سمير. اعزائي المشاهدين ابقوا معنا لتكمله باقي فعاليات مبادره انت تقدر.
أعزائي المشاهدين ومكملين معاكم فعاليات اليوم النهارده من مبادرة أنت تقدر. معايا النهارده إحدى أولياء الأمور الموجودين معانا في القاعة. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. عرفينا بنفسك. انا مروه البدري، والده طفله اعاقه ذهنيه ريتاش محمد فوزي. اهلا وسهلا بك. شايفه ان المبادره قدرت انها تطور او تنمي حاجه جوه طفلك؟ شايفه جامد جدا. انا ما كنتش بفكر ان ادخل ريتاج المطبخ. ريتاج ما كانش بتعرف تاكل، ما بتعرفش تعمل اي حاجه، معتمد عليا في كل حاجه. حتى بشتغل تيجي من شغل اكلها اعملها. اول ما سمعت المبادره تستناني، ما بتعرفش تعمل اي حاجه. اول لما جينا المبادره فشيف حنان بتقول لي تطلع شيف كده، قلت لها تطلع شيف ايه؟ دي ما بتعرفش اي حاجه في اي حاجه، انا اللي باكلها واشرب. قالت لي لا هتقدر. فلقيتها من هي ما بتحاول ان هي تخليها تقطع بالسكينه وكده، بدات ان هي تنمي الفكره دي عندي. كنت خايفه في الاول؟ كنت خايفه ومرعوبه جدا. لما بقينا نطبق في البيت وماسكه السكينه كنت تبقى روحي رايحه، بس لقيت فعلا ان ريتاج بدات تعرف وبقت مبسوطه وحاسه ان لها كيان، حاسه ان لها وضع زي هي ليها كيان والله من غير اي حاجه حرفيا. بس احنا بنخاف عليهم جدا وما عندناش افكار ان هي مثلا ان احنا ندخلهم مطبخ ومعتمدين علينا في كل حاجه. بس يرجع لفضل ربنا سبحانه وتعالى والشيف حنان والتيم. قدمها مبادره عظيمه الحقيقه، مبادره عظيمه جدا. مبسوطه جدا لان احنا مش عايشين لهم العمر كله، فاحنا دي حاجه بسطانه ان هي يقدروا يعتمدوا على نفسهم على الاقل. ربنا يديكي طول العمر ويا رب يجعله في ميزان حسناتك. انا بشكر حضرتك جدا، ربنا يخليك. ومعانا احدى افراد اولياء الامور الموجوده معانا النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. عرفينا بحضرتك. سمير عبد الستار، مدرسه ثانوي وولية امر بنتي هنا في ذوي الاحتياجات في اعاقه ذهنيه. شايفه المبادره اثرت معاها في ايه؟ هي بنتي بطله مصر في العاب قوى وفي ستة باليه وفي فنون تشكيليه يعني، وبتغني في الاوبرا في حاجات كتيره قوي. بس اول مره الاقي المبادره دي هتفيدها في حياتها يعني. نعم الانشطه اللي انا ذكرتها دي هتفيدها فعلا. بس دي ازاي المبادره؟ لا المبادره دي يعني حسستني بنتي ممكن تعتمد على نفسها، ممكن اسيبها في البيت تطبخ لنفسها. فدي بصراحه اشكر القائمين على هذه المبادره جدا جدا واشكرهم من كل قلبي. كنت بتخافي لما كانت بتدخل الاول لوحدها؟ يعني بالنسبه للبوتاجاز. دلوقتي شايفه ايه؟ الحمد لله. انا بقول لك الحمد لله، الف شكر للقائمين على المبادره. ربنا يخليك. انا بشكر حضرتك جدا. عرفينا بنفسك. مدام نبيها السيد، والدة هانم البطلة هانم أشرف، متعددة الإعاقة. هانم الإعاقة مركبة وذهن. شايفة المبادرة أثرت معاها أو طورت جواها حاجات؟ طبعا كتير يعني. هانم بسم الله ما شاء الله بتقف في المطبخ لوحدها وعاملة وليها قناة والحمد لله يعني. كانتش بتقدر تعمل ده في الأول؟ لا طبعا. أنا قلت لك في أول البداية هانم متعددة الإعاقة، دراع ما فيش، بس الحمد لله اعتمدت شيف حنان ربنا يبارك لها، اتعلمت منها والحمد لله فرقت الحاجة كتير يعني. ربنا يجعله في ميزان حسناتها وحسناتكم. أنا بشكر حضرتك. واحنا بنشكر حضرتك ونشكر الجميع يا رب. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام. عرفينا بنفسك. أم يوسف محمد عادل، ابني توحد ماشي، وما كناش نتوقع. الله اكبر بسم الله ما شاء الله على يعني كل حاجه حلوه اتعملت. شايفه المبادره اثرت معاه؟ جدا جدا جدا. انا طبعا مريض التوحد معروف اللي هو في عدم التواصل الكلام. دلوقتي الله اكبر ابني بيعمل فيديوهات اكل، فدي حاجه فرحانه جدا جدا جدا. ومش عارفه نقول لك ايه يعني. دي كفايه عندنا ان انت فرحانه، بس كفايه البسمه اللي عندك. الله يبارك لك، كتر الف خيركم والجمعيه والمؤسسه والشيف حنان، جزاك الله كل خير لينا واولادنا. ربنا يخليك. انتم مفرحيننا ومفرحين ولادنا. والله كفايه البسمه اللي على وشك بس والله. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. جزاك الله كل خير. ربنا يخليك. العفو. عرفينا بحضرتك. أميمة رفعت. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه. شايفه المبادره اثرت في الطفل اللي انت جايباه والولد اللي معانا؟ اقول لك انا في قمه سعادتي والله والله والله. انا يعني مش مهما اتكلم عن شيف حنان مش هديها حقها، لان هي بصراحه ست. دي حقيقه باذله مجهود كبير قوي جدا جدا جدا. كفايه ان هي اديت الثقه لبنتي ان هي ازاي تعرف تمسك السكينه وتتعامل، وعامله بانيه جميل جدا وهي منزلاها كمان يعني. بصراحه الله يبارك لها ويديها كل الخير. كنت بتخافي الاول لما بتدخل؟ جدا. ما كنتش بخليها تمسك اي حاجه خالص والله. دلوقتي بتمسك السكينه وبتقطع لي فلفل وبتبقى مطمنه عادي خلاص. الحمد لله والشكر لله. هي لو عايزه كمان عايزه تشكر الشيف حنان ممكن خليها تعالي. تقولي ايه للشيف حنان النهارده؟ شكرا الشيف حنان عشان هي علمتك تمسك السكينه ازاي.
عشان اقطع اهم حاجة عشان اعمل انتباه في فيليه. انت اسمك ايه؟ امنية ناصر. بماما بتقولي ان انت عملتي فيليه يا امنيه، عملتي بانيه؟ عملتيه ازاي؟ اتنين بيضة واتنين بيضة واتنين بيضة وبصلة ونشا وسماق وكده. تعالي كده شوية، تعالي يعني قولي على صوتك شوية. كده اتنين بيضة وشطار وسماق وكده بصلة وكده احطها تاني شطورة. انا احطها تاني وكده. شكرا شيف حنان هي علمني، وشكرا شيف حنان. احنا اللي شكرا. قلب. انا بشكرك جدا حبيبتي، ربنا يحفظهم لكم. ربنا يخليكي يا قلبي. شكرا. ربنا يخليك. ازيك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ انا اسمي رنا. انا شايفاك النهارده يا رنا موجوده في المبادره بتاعت الشيف حنان انت تقدر. علمتك ايه الشيف حنان؟ انا عملت مني. عملتي ايه؟ مني بانيه. عملتيه ازاي؟ عملت مني وعملني فطار ونقلي وعملني بالزيت. مش بتخافي؟ لا مش خايفه. شاطر. بس علمتك ايه تاني؟ ماما علمني عشان اعمل الفطار واحط بانيه على في الزيت. شطوره شطوره. شكرا ليك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين كده ان النهارده يومنا مش عادي، بس ان شاء الله هيكون يوم جميل، يوم عاوز قلب جامد. عاوزين قلب جامد فعلا. معايا هنا ما شاء الله اصول هيتعلموا النهارده يعني ايه نقف على البوتاجاز وما نخافش. يعني ايه هنعمل كحك بس مش هنعمله على الهواء. نركز هنا عشان نعرف نعمل كده بجد دلوقتي. طبعا احنا هنعمل كل حاجه. عاوز اعرفكم ان احنا دلوقتي اللي احنا هنعمله هو ان احنا هنبدا حاجه اسمها النواعم. النواعم دي يعني الكحك والبسكوت والبيتيفور والسبليه. طبعا علشان ما اوجعش دماغكم كل يوم حاجه هنبتدي ان احنا نقولها. النهارده يومنا يوم الكحك. النهارده يومنا ايه؟ زي ما احنا ما متعودين هنعمل الكحك ازاي هنعمله هنا دلوقتي وهناكله قبل ما نمشي. وبعد كده هنروح البيت كل اللي احنا حفظناه هو اللي هنطبقه وهنعمل بيه فيديو عشان نوري العالم كله ان انت تقدر. انت ايه؟ لا مش سامع حاجه. انت ايه؟ انت تقدر تكون انسان ليك كيان في وسط المجتمع. نقدر ان احنا نكون نشتغل بايدينا ونكسب بايدينا ويبقى معانا فلوس نشتري كل اللي احنا عاوزينه. ده هيحصل ازاي؟ اما اقتنع ان انا بني ادم اقدر اعمل كل حاجه، اقدر ادخل مكان جوه واقدر اعمل كحك. طب هو ينفع اعمل كحك وابيعه؟ امال احنا لما بنقعد في البيت ومامتنا بتبقى خايبه كده ما بتعرفش تعمل حاجه مش بنروح نشتري كحك؟ بنروح نشتريه. هنشتريه ازاي؟ لازم يكون حد بيعمله. طب ما انا اكون شيف كده جميل وانا بعمل الكحك بايدي وانا بطلع بيه زي ما هنعمل في المهرجان ان شاء الله. في المهرجان احنا ما بناخدش شفقه من حد. احنا ما بناخدش ايه؟ شفقه من حد. احنا ما حدش بيحسن علينا عشان احنا ناس اقوياء بنعرف نشتغل وبنعرف نقدم لكم الحاجه بتاعتنا وانتوا تشتروها مننا عشان احنا ناس عندنا لينا كيان. لينا كيان في قلب المجتمع بتاعنا. احنا ناس نقدر ان احنا نعمل منتج ونروح نبيعه زينا زي اي حد. صح ولا مش صح؟ تيجوا بقى نتعلم اول حاجه. احنا في 5 منكم في المهرجان هيعملوها عشان يبيعوها. انتوا سمعتوا بقى خبر فكلكم بصيتوا هنا. ممكن تبصوا هنا؟ على فكره انا عندي 6 عيون يعني شايفاكم كلكم. النهارده هنتعلم اول حاجه احنا كلنا ممكن نبيعها نعملها ونبيعها. هنتعلم طريقه عمل الكحك والطريقه سهله قوي. سيبكم بقى من كل اللي احنا بنشوفه وتعالوا مع بعض كده نشوف احنا هنعمل ايه. اتفقنا؟ اوكي. احنا معانا هنا نص كيلو سمنه. اعمل ايه بقى؟ ما اخشش كده غشيم على الحله لان ممكن ان الايد دي تطلع سخنه فاجي اقوم ماسكه الحله اقوم انا لابساها تبقى كارثه. اعمل ايه؟ من بعيد كده اجستها. من بعيد كده اهو بجستها. ماشي؟ يفضل لو معايا حتتين قماش او فوطين مطبخ ما معيش اديني بجستها من بعيد اهو. انا جستها لقيتها كويسه. من بعيد كل حاجه من بعيد. فاهمين؟ ونقول بسم الله قبل ما نبدا اي شغل من ايه؟ بسم الله. شايفين؟ شايفين؟
بصوا انا برضو كده مفيش اقوم واخدها على من ايدي، لا من بعيد برضو كده اهو. اتلسعت؟ حصل لي حاجه؟ عشان مركزه على الرغم ان انا بشتغل معاك. هنا بقى شايفين دي سمنه مولعه، اللي هيحطوا صوابعه هيطلع من غير صوابع. اهو عامله ايه؟ جايبه معلقه خشب اهي اهي، انا ماسكه المعلقه من فوق اهو شايفين؟ وابتدي ان انا بدخل كله في قلب بعضه كده اهو. اهو بصوا طبعا في ميه احنا هنستخدمها دلوقتي، بس بعد ما نجمل ندخل السمنه جوه كده اهو. بصوا شايفين المنظر؟ شايفين؟ انا بقى اعمل الكحك ده كله وهو مصاغته جميله والجدع هيتحط. الجدع هيتحط. وانت كمان طبعا انتوا كلكم دلوقتي هتعملوه، بس انا بعيدا عن السخونيه عشان انا لسه بعلمكم، مش عاوزه حد يحط ايده فيتلسع، بس بوريكم عشان انتوا في البيت هتروحوا تعملوه. يلا فرحوا بقى اخواتكم وفرحوا بابا وماما وهناكلكم كحك، وهم طبعا عاوزين يولعوا فينا عشان كل مشروع سمنه دقيقه بس احنا بنغذيكم صح؟ هتعرفي تعملي كل حاجه. هتعملي ركزوا كده ركزوا كده. بصوا بنفضل اهو، بصوا بنطلع منه السخونيه عشان انا هحط ايدي دلوقتي. وفي حاجه بقى غلط انا عملتها ومش عيب ان اعترف بالغلط. ايه هو الغلط اللي انا عملته؟ ان المفروض اي حد فينا هيخش المطبخ يعمل حاجه ما يكونش لابس ولا خاتم ولا غيره صح؟ بس انا نسيت، يعني انا بعملها عشان انا نسيت. ماشي، لازم ايدينا تبقى فاضيه، وزي ما محمد كان بيقول لكم على طول اهم حاجه نقص ضوافرنا، نغسل ايدينا، نغطي شعرنا زي ما هاني مرسل في الفيديو قالت. اهم حاجه نعملها نغطي شعرنا. كنت مبسوطه منها قوي وهي بتبدا الفيديو كده، معنى كده ان هي اتعلمت. هتقول ايه؟ اول فيديو هنيجي نعمله نقول اتعلمنا نعمل ايه؟ اتعلمنا اول حاجه نغطي شعرنا، نقص ضوافرنا، نغسل ايدينا. اتفقنا؟ ونرجع نكمل الكحك بتاعنا اليوم. يلا يلا بصوا هنا كده. شايفين الدين ده يطلع ايه؟ يحيى يحيى ركز عشان اكون تعمل كحكايه. بصوا بنخرج منه الهواء. يحيى عاوز ايه؟ بس ايه؟ خلاص يا يحيى هي جايه لك اهي خلاص. لا يوسف عيب عيب عاوزه اقول لكم حاجه وتعالوا كده نتكلم مع بعض وسط ما احنا بنشتغل. عاوزين نقول لبعضنا كده حاجه بسيطه، نقول احنا ناس جميله وعندنا اخلاق. اهم حاجه في الدنيا ان يكون عندنا اخلاق. بصوا انا بكلمكم هو ركزوا معايا هنا دي شغاله ماشي. اهم حاجه ان يكون عندنا اخلاق. ازاي يكون عندنا اخلاق؟ ان احنا ما نتنمرش على بعض، ان احنا ما نضحكش على بعض بصرف النظر عن الموقف اللي حصل دلوقتي. لا انا بكلمكم لبعد كده، وان احنا لما نمشي في الشارع ونلاقي حد بيتنمر علينا احنا اكبر وانضف ان احنا نرد عليه. احنا ما بنردش على حد. عارفين ليه؟ عشان العاقل مش اللي بيتنمر على صاحبه، العاقل اللي يبص على التنمر ويبقى مرضي باللي ربنا قسمهولي. صح ولا مش صح؟ ده اول حاجه في السنه الجميله. وهنا يا ولادي هنبتدي نركن دول كده قصه الكفاح والحماس. بصوا هنشتغل بايدينا. نعجنوا العجنه الجامده دي. طب انت قلت ميه اديتك ميه وصوتك تاني مش هتعرف تعمل. انت اعرف بقى ان خلاص هتتعمل كحكايه. بصوا اول ما اعمل كده خلاص شايفين؟ تعالوا بقى نعمل كحكه عشان انا حاسه ان ريقكم زقزق. العيد. طب روحي اغسلي ايدك وتعالي. يلا روحي اغسلي ايدك. هنا ليها صينيه خليها لما تيجي هنا عشان تروحي تغسلي ايدك. روحي اغسلي ايدك. طب يلا. ما هو انا عايزه اغسل ايدك. لا اللي هقول له اغسل ايدك هيروح يغسل ايده ويجي. كلكم والله هتعملوا كلكم هتعملوا.
كله هيعمل والله، كلكم هتعملوا. في اللي هيعمل. بصوا عايزه افهمكم حاجه، لما بنيجي نشتغل بنشتغل بروح الجماعه، يعني مش شرط كلنا نحط ميه ولا كلنا نعجن ولا هي مسكت الصاج، في حد هيمسك القطاعه دلوقتي وهيدوس. خلاص يلا ركزوا. هاكلكم حبه كحك النهارده ما اكلتوش من عند محلات كبيره. اتفضلي. ايه تعالي. طب اقعد انا هقول لك. لا بص يلا مش انا خليتك تحط ميه. اقعد وهندهلك. يلا اقعد يا يوسف وهندهلك. شيف حنان. نعم. سلمتك كحك العيد. هتعمل يا حبيبي، الله يسلمك يا عمري. عاوز يعمل؟ عاوز ايه؟ طب جات لنا خطوبه وجوازه زغرطه يا ولاد. اما نشوف امها اهي. تعمل كده. طب يلا روحي يا عريسنا النهارده. ده احنا شكلها ما بقتش مبادره اكل وبس. شفت تعمل كده. هخليك تعمل. روحي اغسلي ايدك تاني تعالي. ماشي. استني. ماشي يلا يا جماعه بعد اذنكم الصوت يا جماعه بعد اذنكم الصوت عشان ما نقلبهاش هزار. هنا شايفين الحماسه وشايفين اجمل حاجه ايه؟ ان كلهم قايمين عاوزين يشتغلوا ويعملوا. بصي روحي انت هناك كده، شايفه الحته دي؟ تاخدي منها كده. بصي تاخدي كده وتكوري. يلا اعملي الصينيه دي. يلا خدي من هنا كده واعملي. يلا اشتغل. لا اعملي حته كبيره يا هانم. اهي كده. ام هانم امشي بعيد. امال انا واقفه لها هنا ايه طربوش تعملها اعلمها وريني. لا اكبر قد دي. بعد اذنكم يا جماعه اولياء الامور تقعد مكانها. خلصت. خد يلا تاني. بص تمسك دي اوريك تعمل ازاي كده. انا كده ماشي. خلاص انا تاني اهو بعمل لك احلى حاجه. شايفين الجمال؟ يلا يا يوسف خدوه. شايفين الجمال؟ انا ماليش. اهو. لا انت تعملي كور بس كده. حقيقة احلى. لا هي كده حلوه. يلا بعد اذنكم الصوت خلى الولاد بسم الله ما شاء الله قايمين كلهم بيشتغلوا. اهو شفتك. يلا شاطر. التاني. حاضر. بسم الله. يلا السلام عليكم جماعة. ماشي يلا روح. اهو شفتك ضيق. شاطر. لو سمحتوا يا جماعه بعد اذنكم لو سمحت ما حدش يقوم من مكانه الا اللي قدامي يمشوا. انت بقى سمحت بس. يلا روح انت بقى. انت عملت اهو. يلا انت عملت تاني. طب واحده تاني وتمشي. تعالى. لا عايزه اخلص. لا مش هينفع عشان اصحابك واخواتك يعملوا معاك. يلا شايفين الجمال؟ شايفين ان هم كلهم ما شاء الله بيتحمسوا. تعالى نكبرها. ماشي حط الاثنين كده على بعض. كبري. يلا انا هقطع لك اهو وانت كوري. يلا تعالي معايا. خدي هقطع لك. يلا وكوري. خدي منها وكوري. شايفين الجمال؟ انت واقف ليه؟ ما تشتغل. امسك كور. يلا كور وحط في الصينيه. يلا كور وحط في الصينيه. بعد اذنكم هيجوا كلهم. قعدهم يا جماعه عشان كده انا مش هعرف اشغل حد. كل الولاد تقعد ما يقفش الا الولاد اللي بتشتغل. اقعدي انا هقعد دور هجيبك. عايزه واحد. خلاص يلا. لا يا يوسف خلاص عشان اخواتك. ماشي اعمل دي. يلا طب اولياء الامور ترجع ورا وسيبوا العيال. مفيش واحده بس كده. يلا برافو. خلاص تعالى انت. سخونه امسك اعملي دول كلهم. يلا حبيبتي. يلا روحي اقعدي. برافو عليك. يلا خلاص كفايه كده. برافو عليك. يلا روحي اقعدي عشان اخواتك يعملوا معاك. ورجعنا لكم تاني بفرحة الأولاد وفرحة أولياء الأمور بالأولاد، وحاجة جميلة قوي خلتهم إزاي يقدروا
يتجرأوا ان هم يعجنوا ويعملوا حاجه، ويتجرأوا ان هم يقفوا في المطبخ. فكره جميله جدا. شكرا يا شيف حنان، شكرا على الحاجه الحلوه اللي مقدمها لنا. شكرا جمعية وفاء المستضيفة للمبادرة، شكرا أستاذ شريف، شكرا لكل من ساهم في هذه المبادرة. بشكركم جدا، ومعانا حلقات جديدة، واستنى كومنتاتكم وتعليقاتكم في برنامج أكلتنا النهاردة. كنتم مع سلمى شريف. السلام عليكم.